تعالوا بقى النهاردة نعمل بسبوسة. لو جربتوها بجد مش هتعملوا اي طريقة بسبوسة تانية. عندنا هنا كوبايتين سميد، والسميد يكون وسط، مش ناعم قوي ولا خشن، شايفين عامل زي الرملة كده. دي نص كوباية سكر حطيتها على النار عشان تتكرمل. عندنا هنا نص معلقة بيكنج باودر حطيتها على السميد، رشة ملح، رشة فانيليا على السميد. اول ما السكر يبتدي يتكرمل من الحروف كده نقلبه، ما نقلبوش طول ما هو لسه مسحش من على الحروف. هنقلبه لحد ما السكر كله يسيح وياخد لون الكراميل كده. شايفين بقى السكر ساح ازاي؟ لسه كمان هنستنى لما السكر فيه فاضل شوية اهو كده ساح خالص. هننزل بقى عليه بنص كوباية لبن سخن، وطبيعي ان السكر يجمد ويمسك كده اول ما ننزل عليه باللبن، بس مع التقليب هيفك تاني. نفضل نقلب فيه لحد ما السكر كله يدوب تاني. شايفين السكر فاضل بس الحتة دي، نفضل نقلب لحد ما تدوب خالص. خلاص كده السكر داب، هننزل عليه بنص كوباية سمنة، ويفضل طبعا السمنة تكون سمنة بلدي، ونفضل نقلب لحد ما السمنة كمان تدوب. بجد الطريقة دي لو جربتوها مش هتعملوا اي طريقة بسبوسة تانية. شكلها وطعمها مش هقولكوا زي المحلات، احلى من المحلات مليون مرة. جربوها وعلى ضمانتي. خلاص كده السمنة دابت والسكر كله داب. نقلب بقى المكونات، الفانيليا مع البيكنج باودر مع السميد. ننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه على النار، ونخلي بالنا البسبوسة مينفعش تقلب كتير، كل ما نقلبها كتير كل ما تنشف اكتر. فاحنا يدوب عايزين بس نخلط المكونات مع السميد كويس، ولازم نشرب السميد السمنة كويس قوي. كده يدوب بس قلبنا المكونات مع السميد. جبت بقى صينية دهنتها سمنة، وبعدين حطيت معلقة طحينة ودهنت الصينية كلها بالطحينة، وبعدين حطيت البسبوسة ووزعتها في الصينية كويس. بخبط الصينية كده خبطتين عشان نساوي البسبوسة، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية زي ما عملتها كده. ببل ايدي بلة خفيفة مرة واحدة بس، وبعدين ببطط العجينة عشان لو في اي تشققات، وبعدين ايدي ما تبقاش مبصمة على البسبوسة. فلما نبل ايدينا كده ما تبقاش مبصمة، ونخلي بالنا الحروف ما يبقاش فيها حتت عالية علشان ما تتحرقش مننا في الفرن. ده بندق كنت محمصاه وقشرته. عايزة بقى تحطي بندق، عايزة تحطي لوز، عايزة تحطي اي مكسرات عندك. ممكن عايزة كمان تسيبيها سادة سيبيها سادة. عشان ندخل المكسرات كويس حطيت كيس كده، وبعدين حطيت بقى اي صينية اصغر او اي حلة اصغر تضغطي بيها على المكسرات، عشان لما نيجي نحط الشربات المكسرات ما تطلعش مننا. الطريقة دي كده هتخلي المكسرات ما تطلعش مننا خالص.
هدخل بقى الصينية على الاقل نص ساعة في التلاجة، من نص ساعة لساعة، عشان نتأكد ان السميد شرب كويس السمنة، على ما الفرن يسخن على درجة حرارة 200 من فوق وتحت مع المروحة. خلاص كده دخلتها الفرن وطلعتها. شايفين لونها؟ هي سخنة والشربات سخن. كوباية سكر على كوباية وربع مية، واول ما يغلوا بنحط الليمون وبنحط فانيليا ونسيبهم يغلوا 5 دقايق ونطفي عليهم. شربات البسبوسة خفيف وسخن، ويتحط على البسبوسة وهي لسه طالعة من الفرن. نغطيها بقى بأي حاجة، طبعا الصينية عشان ملهاش غطا فغطيتها بصينية أكبر منها. 10 دقايق بس كانت شربت كل الشربات. شايفين مفيش أي نقطة شربات فاضلة. يلا نبتدي نقطعها بقى كده ونشوف أخبارها ايه. هي طبعا لسه سخنة، يعني لسه طالعة من الفرن. كل ما بتهدى كل ما بتتماسك أكتر البسبوسة. شايفين بقى طالعة مرملة ازاي ولونها حلو. اللون الحلو ده خدته من كرملة السكر، ومرملة مش ناشفة، مش ماسكة في بعضها. تحفة، وطعمها لازم تجربه، لازم تجربوا الطريقة دي بجد. ما تقوليش حتى بتاعت المحلات دي اظبط من بتاعت المحلات. جربوها مش هتندموا، مش هتعملوا غيرها لو جربتوها اصلا. يا رب تكون الطريقة سهلة وعجبتكم، وياريت تجربوها. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.